أشياء خلت مشروعي ينجح. طبعا أكيد بعد توفيق رب العالمين. طبعا أنتم تعرفون مشاريع الأونلاين بدايتها تكون صعبة ويحتاج لها ترويج أو الإعلان عند مشاهير، وأنا الحمد لله كل ذني ما سويتهن. اعتمدت على الترويج من خلال المحتوى. صح المحتوى اللي كنت أقدمه بالبداية وما زلت بسيط، بس كونت قاعدة جماهيرية. يعني أني من بلشت بال2020 أنشر فيديوهات على أغاني أطفال وريفيوهات مال كتب. بعدها تقريبا بسنتين أو سنتين ونص يلا بلشت المشروع. فأني ما بديت من الصفر، أني بديت وعندي تقريبا 1.5 مليون متابع على التيك توك و250,000 متابع على الانستغرام، واغلب كانوا يتابعوني من الانستغرام من المحافظات الجنوبيه، لان تطلع الاحصائيه عندي. تعرفون احنا بناتنا حبايبنا بالجنوب هواي من عندهم يلبسون عبايات، واني اصلا احب العبايات والبشتات، ودخلت كورسات تصميم ازياء وطورت من حالي. بالاضافه الى هي موهبه والاستمراريه، اهم فقره عندكم الاستمراريه، وخصوصا البدايه تحبط اي واحد، اي مشروع بدايته تكون للامانه محبطه. ولا تفكرون اول ما تدخلون للسوشيال ميديا مباشره تريدون تستفادون من خلال المشروع والارباح مالته، او تستفادون من خلال الاعلانات. هاي اني قدامكم صار 5 سنوات ولا مره بعمري سويت اعلان لاي احد. طبعا الاعلانات فكرتها مو غلط وهي اصلا ما بيها شيء، بس اني الحمد لله وشكر ما محتاجتها. ممكن بالمستقبل اعلن على اشياء تكون عملاقه وكبيره وتسوى ومصدر ثقه. بنيت ثقة ومصداقية مع زبوناتي الحمد لله وشكر، وهي هاي كانت أهم نقطة اللي هي المصداقية والترويج عبر المحتوى والصبر والاستمرارية عليه والبدايات الصح. بدايات مو تدور ترندات وفضايح وهاي